يا ترى لو جيت وسألت وقلت product and service development أو تطوير الخدمة والمنتج بيحصل ليه؟ الإجابة يا ترى هتكون إيه؟ What؟ هيتقال علشان الناس تقدر إنها to survive، إنها تنجو، أو عشان to feel comfortable يشعروا بالراحة، أو عشان to feel happy يكونوا سعداء. كل الأسباب دي منطقية وصحيحة جدا، بس عارفين إن في مصطلح واحد يقول للثلاث معاني دول؟ هي فكرة ال adaptability أو القدرة على التكيف والتأقلم. تطوير المنتجات والخدمات عشان life is dynamic and not static، عشان الحياة متحركة وليست ثابتة أو ساكنة. يعني في دايما life changing circumstances أو ظروف حياة متغيرة. Yes. تتطلب إن يكون في تطوير في المنتجات والخدمات عشان الناس تقدر تتكيف أو تتأقلم. خلينا نديكم أمثلة بسيطة قوي. يعني مثلا ليه اتعمل heavy cloth؟ ليه اتعمل ملابس ثقيلة؟ طب ما كانت الناس تلبس الملابس العادية في فصل الشتاء وخلاص، بس ساعتها الناس مش هتقدر إنها تتكيف أو تتأقلم مع اختلاف درجة الحرارة، وبالتالي مش هيقدروا يروحوا شغلهم، الأطفال مش هيعرفوا يروحوا مدارسهم، والناس مش هتقدر تمارس حياتها بصورة طبيعية. لما فترة كورونا لما اتعمل الماسكس والفيس شيلدز أو الماسكات والقناع الوجه اللي كان بيتلبس عشان كان في ظرف طارئ محتاج exceptional procedure أو إجراء استثنائي يمكن الناس من التأقلم مع ظروف الحياة المتغيرة. الادابتابيلتي أو القدرة على التأقلم والتكيف هو ده اللي هيوصلنا للثلاثة دول، إننا survive, feel comfortable and feel happy. في النهاية إذا الموضوع كله هو على التكيف أو